السلام عليكم اخوتي خواتاتي، مرحبا بكم عندي في القناه. الا كانت هذه الزياره الاولى ديالكم كنتمنى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد عندي في قناه آلاء نرجس. شكرا لكم في الاول على التعليقات ديالكم المحفزه والدعم ديالكم، ومرحبا بالناس جداد اللي انضافوا عندي القناه، ومرحبا بخوتي اللي معايا دائمين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وفيديو اليوم يلقاكم بصحة جيدة ان شاء الله. بالنسبة للفيديو اليوم كيف ما تشوفوا هو بريوش سائل كتغيير على البريوشات. انا درتو في المول ديال بانكيك كاضافة وكتغيير هكا، كل واحد يهز وحده. ما بغيتش انني نديرو في المول العادي، حاولت نغير وبالنسبه ليا انا بغيتو نديرو لبنتي باش تبقى تديه معاها الكوتي ديال المدرسه. نتوما ممكن ديروه القهوه ديال العشيه او فطور ديال الصباح. هو مهم للدراري الصغار، يعني كتصيفطيه احسن من اننا نشريو شي حاجه اللي ما تنعرفوش المواد ديالها منين مصنوعه. احسن حاجه اننا نديرو شي حاجه بيدينا واقتصاديه، ما كتستهلكش الوقت وما كتاخذش بزاف ديال المقادير وكنعرفوا شنو كلينا. ان شاء الله تجربوه ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده، واللي جرباتو تخلي لي تعليق انها جرباتو. شكرا لكم ومرحبا بكم عندي في القناه، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شي هنا البيضه، نص كاس ديال سنيده، ساشيه ديال فاني، نص كاس ديال الزيت، 2 كيسان ديال الطحين، كاس ديال الحليب، ساشيه ديال الخميره ديال الحلويات، معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه ديال الخبز، وشويه ديال الملحه. هنا غادي ندير البيضه، غنزيد عليها الزيت، غنزيد عليه السنيده، نزيد الحليب، دابا غادي نزيد عليه الخميره والملحه، غنزيد عليهم الساشيه ديال فاني، وغنبدا نزيد
الطحين شويه بشويه حتى يتجمع البريوش ديالي. وانا كنحرك تنزيد الطحين ديالنا، ما غنحبسش من التحريك ونزيد الطحين باش ما يتكورش معايا. هنا كيف ما تشوفوا معايا العجينه ديالي خصها تبقى سائله. هاد البريوش على غير العاده كيجي بعجينه سائله بحال ديال الكيك. دابا غادي نزيد له الخميره د الحلويات بيكين باودر وغادي نخلطو. هنا بعد ما دخلت فيه الخميره ديالنا غادي نجيب المول اللي غادي نديرهم فيه، وهانتوما معايا حتى الاخير. انا هنا اختاريت هذا المول ديال البانكيك او لي مادلين. غادي ندهنوه بشويه ديال الزيت وغندير له شويه ديال الطحين، واللي عنده الزبده ممكن يدهنو بالزبده عادي. هنا كيف ما شفتوا المول دهنته ودرت له الطحين كيف ما قلت لكم. دابا غنجيب الخليط ديالي وغنجيب معلقه وغنبقى نخويه تقريبا. غادي ندير 2 معالق باش ما يفادش معايا. غادي نحاول ما نعمرهمش بزاف باش ما يفادش. ندير تقريبا على حساب 2 معالق. انا هنا بعد ما عمرت الليمون ديالي. بالنسبه للخليط تيهز ليا 12 الوحده، وكل وحده كتهز 2 معالق كبار ديال الخليط. بعد ما ساليتهم غادي نخليهم يخمروا تقريبا ما بين ربع ساعه حتى ثلث ساعه ونرجع معكم. انا رجعت لكم بعد ما خمروا لي بريوش ديالنا كيف ما تشوفوا. دابا غادي نزينهم بالشكلاط عاد ندخلهم في الفران. انا هنا شديت الشكلاط ذوبته ودرته في هذا الكاغيط اللي غادي نزوق به. انا هنا جبت الشكلاط اللي ذوبته وغادي درته في كاغيط غادي نبدا نزوق به. غندير غير خطيطات.
بالنسبه للتزيين تيبقى اختياري، كل واحد وشنو المتواجد عنده. هنا بعد ما ساليت التزيين ديال لي بريوش ديالي غادي ندخلهم الفران اللي كنت مسخناه من قبل. هنا نكون وصلت معكم لنهايه الفيديو ديال لي بريوش السائلين ديالنا. كيف ما تشوفوا تيجيو منفوخين زوينين، شكل زوين، دغيا تيتحلوا، خفاف، ما يحشموكش، ريحتهم زوينه، ساهلين، كياخدوش معاك بزاف ديال الوقت، طريقتهم ناجحه 100%. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم في صحه جيده، وشكرا لكم ومرحبا بكم عندي في القناه.